عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب، ويعود عليكم بالخير يا رب. و... وطبعا السحور ما يحلاش الا بالفول. وجايين بقى مع بعض كده عشان نعرف بقى ايه ازاي ندمس الفول بطريقة سهلة وبسيطة وفي الحلة كمان. و... ويستوي معانا ويبقى دايب كده في البق كده. فجايه لكم بقى بطريقه بسيطه جدا، تعالوا كده معايا ونشوف الطريقه بتاعتي بقى. ولو عجبتكم ما تنسوش في الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس ليوصل لكم كل جديد. هنا جايبه هنا نص كيلو فول. عادي، فول عادي من عند العلاف. ونقعته يا دوبك يوم، يعني 24 ساعه كده يوم نقعته. وبعد ما نقعته يا دوبك يعني تاني يوم على طول قلت بقى مسلوقه. فجبته هنا معايا هو زي ما انتم شايفين. وجبت وغسلته كمان وقمت حطيته بقى في الحله. وجبت هنا شويه عدس اصفر. ومعايا هنا معلقه كاري. ومعلقه بابريكا. وحطيت هنا زي ما انتم شايفين كده اهوت، وبدات ازود الميه. هي دي بس الامكانيات اللي انا عايزاها، واظن اللي هي كلها في قلب البيت. شويه عدس ومعلقه بابريكا ومعلقه كاري. ونزلت بيهم كلهم على بعض اهوت، ونزلت بالميه. واسيبهم بقى ايه، اول ما تيجي تغلى معايا بقوم مغطيه عليها. دي كده جاهزه. مش هحط حاجه اكتر من كده. هي كده بس. واقوم مغطيه عليها وسايباها وما تغلى معايا. بصوا شايفينها اهي. أهي. وهنا بقى بتبدا بقى تغلي معايا. لقيتها محتاجه ميه فبزود لها ميه. كل ما بلاقيها محتاجه ميه بقوم مزودها. لو الميه اللي انا ازودها لازم تبقى مغليه، ميه مغليه. زي ما انتوا شايفينها كده هيطلع معاكوا حبة فول. اقسم بالله تحفة. يعني انا مش هقول لكم على طعامته وحلاوته. يعني جميل 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 بجد. ودوت بعد ما استوى خلاص، دي النهاية بتاعتي. قعد بالظبط 4 ساعات على النار، بس بنار هادية، نار يعني ضعيفة جدا. وده طبق الفول بتاعي زي ما انتوا شايفينه. هنا بقى بتبداي بقى اللي انت بقى اللي حسب بقى انت بقى بتحبي التحبيشه بقى بتاعته، بتحبشيها بقى ازاي بقى. حبه فلفل، حبه كمون، حبه شطه، الحاجات اللي انت بتحبيها. انا حطيت هنا حبه ملح وحطيت حبه زيت وحطيت معلقتين طحينه. وهنا ايه عشان هنا بيحبوها كده يعني. ما بيحبوش الكمون عليه وما بيحبوش الشطه كتير يعني عندي عشان الاطفال وكده. هو في بعض يحبوا الحاجه حراقه وفي بعض لا. فهنا بدأت اقلبه بقى هنا طبق الفول زي ما انتم شايفين. والفولايه بصوا مش مستحمله، يعني انا مش مستحمله ان انا حتى اضرب الفول في الخلاط. مش مستحمل ان انا اضرب الفول في الخلاط بامانه بجد. هنا الفولايه زي ما انتم شايفينها شو دايبه ازاي، مستويه على الاخر. بس طعمه حكايه حكايه والله اقسم بالله. انت لو جربت الطريقه دي لا بص هتعجبك. وما تنسيش بقى في ايه، في الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس لو عجبتكم الطريقه بتاعتي دي. ولو جربتيها وطلعت معاكي حلوه، كلمة حلوة كده ودعوة حلوة ليا كده. زي ما انتوا شايفينها. ودي الكمية اللي طلعت معايا بنص كيلو فول. طلعت معايا وكيس كيس محترم يعني، كيس حلو يعني هتروحي تشتريه. مش هتشتريه بتاع اقل من 10 جنيه، مش هتشتريه متهيألي يعني. إيه انا مكبرة الكيس في الكيس زي ما انتوا شايفينه كده حلو ازاي. فألف هنا وعافية. و... وشكرا لاستماعكم الفيديو بتاعي. وما تحرمش منكم، ربنا يخليكم ليا يا رب كده ودايما معايا. وما تنسيش بقى الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. بحبكم كتير.